من قفزة 15 آب لغاية 15 شباط. التسلح والعنف في الباكيكا. الجزء الرابع: عملية التطرف السياسي أو بلورة التطرف بمساندة الدولة 1978-1980. قال أوجلان في كتابه تعليمات الحزب، والذي نشر عام 96: انتشرنا عام 77 في كردستان، وفي عام 78 أدرجنا ركيزة التطرف في سياسة التسلح. هذه المقولة لأوجلان صحيحة، فالباكيكا طورت من وجودها السياسي على ركيزة التطرف، فلا تحالفات ولا معاهدات في مسيرة الباكيكا. وهذه الميزة تظهر لنا بوضوح تام بين عامي 78 و 80. فهناك شكوك كبيرة في أن دولة تركيا هي من ضغطت زر أحداث الفوضى آنذاك، فبدأت التنظيمات المزيفة بالتأسيس على يد الدولة في المدن التركية، وتعمقت الخلافات أكثر بين اليساريين واليمينيين، فتهيأت الفرص المواتية لحدوث الانقلابات العسكرية. وكل هذا مهد طريق الانقلاب 12 من أيلول. وهذا التطرف السياسي الذي تحدث عنه أوجلان تزامن مع ما تحدث عنه الدولة وشرعت به، علما أن ذلك لم يكن من باب الصدفة إطلاقا، بل كانت سياسة متزامنة مشتركة أدارتها الدولة والباكيكا على حد سواء في الزمن نفسه. حركة قتل الكرد. عام 78 هيئت الباكيكا الأرضية المناسبة للصراعات مع باقي الحركات الكردية في المدن الكردستانية. في تلك الأثناء بدأت الباكيكا بخلق الصراعات مع دادكا، جمعية الثقافة الديمقراطية الشرق في ديار بكر، وطريق الحرية في ميردين. خلقت أجواء مشحون ضد كوك الوطنيين الأحرار الكردستاني، وفي ديرسم تجاه هاك تحرير الشعب. في تلك المدن لم تمس الباكيك أي من عساكر الأتراك وشرطتها، بل قتلت العشرات من الكوادر الكرد. ولكي تشرعن الباكيك تطرفها هذا، أقنعت كوادرها أن دادكا قد أصدرت قرارا بحقنا يتجسد في إبادتنا والقضاء علينا، وأنهم قالوا بأننا لن نسمح بدخول الباكيك لديار بكر، وبهذا هيجت كوادرها تجاه هذه التنظيمات وأثارتهم. كما شرعنت قتل الكرد في فكر الناس في الوقت الذي بدأت مشاريع الاحتلال المتجسدة في قتل الكرد بيد الكرد بالانطلاق. فحسب هذه التنظيمات أن وراء قتل الكرد يوجد هدف عظيم، ولو لاحظنا في الوقت الراهن فسنرى نفس السياسة ممنهجة متبعة في مسيرة هذه التنظيمات، فتبرر قتل الكرد للكرد وخلق العداوة بينهم. لهذا لو قلنا بأن الباكيكا ومنذ تأسيسها كانت حركة قاتلة للكرد فقولنا ليس خطأ، إذ نستطيع سرد عشرات الأمثلة لمثل هذه الممارسات ما بين عامي 78-80. يا ترى الجماعة الباكيكا في أنقرة مماثلة لجماعتها في كردستان؟ هناك اختلاف شاسع بين جماعة الباكيكا التي تأسست في أنقرة وجماعتها التي تأسست في كردستان. فالمجتمعون حول الباكيكا في كردستان كانوا وطنيين مخلصين يؤمنون بنضال كردستان، على نقيض الجماعة التي تأسست في أنقرة، فقد كانت ترى جماعتها في كردستان خطرا عظيما محدقا بها. فجماعة أنقرة التي كانت مخدومة بخدمة الدولة ترى كوادر الباكيكا في كردستان مختومين بخدم الوطنية والقومية ويخافون من تعظيم شوكتهم. فرأى أوجلان أنه ينبغي عليه توسيع صلاحياته وإحكام قبضته على كوادر الباكيكا، وكان هذا رهنا بإرساء الخوف والرعب في التنظيم. ولكي يتحقق هذا كان لابد من تقبل عمليات الاغتيال في أطر التنظيم والنظر إليها كحالة طبيعية، كل ذلك من أجل السيطرة على لجام التنظيم وبقوة. وكانت أول عملية قتل هي لجلال أيدن، فرغم انتفاء الأدلة إلا أن الباكيكا ادعت وأصرت أنه يعمل لصالح غيرها من التنظيمات، فأصدر شخصان قرار قتله. ولن نستغرب من هذين الشخصين، فقد أصدرا العديد من قرارات القتل، ألا هما أوجلان وبايك. اختفى جلال أيضا لفترة، فلم يعد أحد يعلم مصيره المجهول. وبعد فترة انشق أحد كوادر الباكيكا منها يدعى شاهين دونماز، وسلم نفسه للدولة وكشف مصير جلال أيضا.
فشاهين دونماس وآلي كوندوز وآيدكين توغول شقيق فيصل توغول دعوا جلال أيدن لاجتماع هام وأعطوه مجرفة وأخذوه للغابة وطلبوا منه حفر قبر، ومن ثم قالوا له قد صدر قرار قتلك، ووفق أقوال شاهين دونماس فإنهم أطلقوا رصاصة على مؤخرة رأسه وضربه أحدهم برجله فأرداه في الحفرة. وبعد مرور أشهر اعترف شاهين، فأمرت الدولة بحفر موقع الحادث لتعثر على جثة جلال أيدن لم تتحلل تماما. وبهذا الشكل دخلت عملية قتل الرفاق أيديولوجية وتاريخ الباكيكا في أوسع أبوابها وأقدسها. جميل بايك، دياربكر إما لنا أو لإدادة كذا. كانت الباكيكا قد شرعت بالاعتداء على الحركات والتنظيمات الكردية الأخرى، فبدأت تجبر هذه الحركات على رفع صور رموز الباكيكا في مواقعها ومقارها. ولما لم تنل الترخيص الرسمي أقنعت كوادرها بأن هذه الحركات هي السبب وراء ما حصل، وأنها لا تسمح لنا بالنضال في كردستان، في محاولات منها لإثارة كوادرها ضد هذه الحركات. يقول جميل بايك في إحدى كتاباته نشرها عام 93 عام 78 كانت حركتي ددكا وطريق الحرية قائمتين في آمد، وكانتا مناويتين لنا ولنضالنا، وتقولان بأنكم لو تفعلون هذا فسيتعرض شعبنا لمجازر. فبدأنا بالهجوم عليهم، وكان قرارنا هو أنه لو تعاونت حركة طريق الحرية معنا لقمنا بطردهم من دياربكر، فدياربكر إما لنا أو لهم، فالمكان الذي كنا نتواجد فيه لم يكن أحد يقدر على البقاء فيه. فجميل بايك هو الاسم المظلم الثاني بعد أوجلان في الباكيكا، وقوله هذا كان صحيحا، والشاهد عليه أنه خلال عامين فقط اغتيل 57 من الكوادر المتقدمين لكوك في ميردين. فهاجمت الباكيكا مواقع النشر التي انتقدتها، نصبت الكمائن للصحفيين، ونفذت التفجيرات في المؤسسات والدوائر، فكانت كعاصفة إرهابية هوجاء خيمت على كردستان. عقبة قتال العشائر خلفت الباكيكا فوضى عارمة في عموم مدن كردستان، أجري، دياربكر وضواحيها، بنغول، ديرسم، باتمان، سيرت وغيرها. العديد من المناطق أصبحت مراكز الفوضى، غير أنه كانت هناك مدن لا تستطيع نشر الفوضى فيها كونها منضبطة اجتماعيا ومؤسساتيا، فكانت الطبيعة الاجتماعية فيها مغايرة. مثال ذلك أورفا، فكان لابد من إشعال حرب عشائرية فيها لسحبها نحو هذه العاصفة الفوضوية الهوجاء. فكان حادث مدينة حلوان الذي نفذته الباكيكا حادثا لخلق الفوضى. رغم هذا تبدي الباكيكا الحادث وكأنه مقاومة عظيمة ضد الأغوات ورؤساء العشائر، غير أن حقيقة الحادث هي أن الباكيكا أصبحت طرفا في خلاف نشب بين عشيرتين، فآزرت أقواهما وبدأت بإشعال حرب ضد الأخرى. فكانت هناك عشيرتان في حلوان، إحداهما عشيرة سليمان، كان غالبية أفرادها فقراء لا يملكون أي أراضي أو بساتين، كما لم يكونوا متمكنين في الدولة ومؤسساتها. والعشيرة الأخرى هي بايداش، غالبية أفرادها كانوا أثرياء، من بينهم برلمانيون، كما كانت ذات ثقل في أطر حزب الشعب الجمهوري. فأزالت الباكيكا في الحرب الدائرة بين العشيرتين عشيرة بايداش، فطردت عشيرة سليمان من حلوان، وقتل العشرات من أبنائها وأحرقت منازلهم. بهذا خطت الباكيكا كبرى خطواتها في كردستان تركيا في مدينة حلوان، فخلقت الخوف والرعب وأوصلت اسمها لمسامع الشعب، وواصلت بعدها قتل الكرد. في 27 تشرين الثاني عام 78 تحولت الباكيكا لحزب لعقدها مؤتمرا، ووفق أقوال بايك فإن الحديث انحصر لدى عبد الله أوجلان بنسبة 95%. حاولت الباكيكا إبداء هذا المؤتمر كنشاط كبير وحدث عظيم، كما حاولت تعظيم اسمها أمام رئيس عشيرة بوجاك من وراء هذا الحدث، غير أنها لم تفلح. يقال بأن الحقيقة مخبأة بين التفاصيل، فهناك تساؤل يبدو كمعلومة، غير أن الحقيقة الكبيرة كاملة في جوابه، ألا وهو لماذا لم تستهل الباكيكا تأسيسها بمقتل العساكر والبيروقراطيين الأتراك، وإنما استهلتها وأعلنتها بقتل شخص كردي؟ الشبهات والشكوك والاعترافات.
تقول البككة في تاريخها بأنها لم تكن تملك المال الكافي لشراء الأسلحة، كنا ننام في الشوارع. فيا ترى كيف نفذت هذه العمليات؟ أم هل كانت هناك عقول مختبئة تتعاون معها؟ هذه شكوك لا تساورنا وحدنا بل تساور الجميع، فحتى بعض الصحفيين المنطوين تحت أجنحة الدولة طرحوا مثل هذه التساؤلات. مثال ذلك عام 79 طرح الصحفي الجين دوغان هذا التحليل: البككة أشد التنظيمات تطرفا واعتداء، وعموم من اغتالهم الآبوتشيون إنما هم أشخاص وطنيون ثوريون أو أعضاء حركات أخرى. في الوقت نفسه أثار دوغان شكوكا ساورت فكر كل شخص بحيث يتساءل. مثال ذلك في إحدى مقال البككة في باتمان: الكل يعرف من هم الآبوتشيين والمهام التي شارك فيها هؤلاء الآبوتشيين وأين يخفون أسلحتهم، فعموم الناس يعرفون هذه المعلومات. والمستغرب هنا هو كيف لا تعلم الدولة بشيء يعلمه الجميع؟ لماذا لم تمنع الدولة البككة من تنفيذ هذه المهام المتطرفة وتقوم بردعها؟ بل هناك شيء في غاية الغرابة، ألا وهو أن المعارك كانت قد اندلعت في عموم البلاد، في حين كان عبد الله أوجلان وزوجته فاطمة كانا يقيمان في شقة بديار بكر في الشارع المتواجد فيه مكتب التنظيم، وهي منطقة الأثرياء، فكانا يديران هذه العملية دون أن يسيء إليهما أحد أو يمسهما بسوء، علما أن شاهين دونماس كان قد استسلم للدولة قبل ذلك وكان قد كشف كل شيء محل إقامة أوجلان وكل شيء، غير أن الدولة لم تعتقل أوجلان، بل حتى جميل بايك بنفسه يقول بأنه لما استسلم شاهين ألقت شرطة العزيزية القبض على بعض رفاقنا، غير أنه وجه تحذير من مركز الدولة في أنقرة لشرطة العزيزية من المساس بهؤلاء. فيا ترى ما السبب وراء صدور هذا التحذير من الدولة من اعتقال هؤلاء وتحرير معتقليهم؟ ففي مدينة حلوان أدامت البككة حربها لشهور في ظل صمت الدولة. بعدها توغل الجيش التركي في حلوان لمدة 14 يوما وطرد جميع أعضاء البككة من المدينة، فتنعمت المدينة بالهدوء طيلة هذه الفترة، غير أنه ولسبب مجهول انسحبت الدولة من حلوان وعادت البككة إلى المدينة. وهذا الحادث كان موضع شك وريب، بحيث تساءل البعض من زعماء أحزاب المعارضة رئيس وزراء تركيا آنذاك بلنت أجاويد عن سبب انسحاب الجيش، فمما لا شك فيه أنه كانت هناك عقول وأيادي تتعاون مع البككة وتساندها بكل قوة لكي تنتصر في حلوان. بعدها ألقت البككة القبض على رئيس البلدية وأعضاء مجلسها المناوئين لها وأجبرتهم على الاعتراف عبر مكبرات الصوت بخيانتهم واستسلامهم للثوريين ومطالبة أهالي المدينة بالاستسلام على خطاهم، في حين لم يكن مقر القوات الأمنية في حلوان يبعد سوى 50 مترا، بينما مقر قيادة الجيش التركي 200 متر عن مبنى البلدية وموقع مكبرات الصوت. فلم يتدخل أحد في هذا الوضع، وهناك العديد من الإثباتات تؤكد أن اضطرابات حلوان وباقي المدن الكردستانية كانت تقف من ورائها الدولة والبككة معا. الحصيلة الاضطرابات والصراعات تتآكل كردستان، يتم اعتقال واغتيال كوادر الكرد المتقدمين، أضاقت الدولة الخناق على الكل. في ظل هذه الظروف والأوضاع توجه أوجلان والذي كانت زوجته عاملة مخابراتية ورفيق دربه عميل مخابراتي إلى سوريا فاضي اليدين، وأنقذ نفسه ليندلع بعدها انقلاب 12 من أيلول. فهذه الاضطرابات والفوضى التي أرادتها الدولة حدثت، على إثرها تفرقت الأطراف السياسية واندثرت وانجرحت ما عدا أوجلان.